بتحبيه وعايزة تعمليه سهل وسريع وبسيط وهيطلع كمان مقرمش، وكمان هنعمله من غير بيض خالص. طبعا انتوا عارفين ان البيض غالي، فقلت هنعمله النهاردة من غير بيض ومقرمش وناشف ولذيذ، وكمان يطلع خفيف جدا جدا. اللي يشوفه يعتبره كنتاكي بالظبط، بس انا مسميته كنتاكي الغلابة. كنتاكي الغلابة النهاردة هنعمله بدون بيض، هنعمله بطريقة بسيطة ولذيذة ويطلع خفيف جدا في أكله. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب ونشوف عملنا كنتاكي الغلابة ده ازاي. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة. أول حاجة بجيب معايا بولة فاضية، بحط فيها حوالي كوبايتين من الدقيق. تمام كده، كوبايتين من الدقيق عايرتهم بالكوب المعياري. هحط عليهم معلقة صغيرة من الكمون، وهحط كمان عليهم معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. وطبعا ما ننساش معلقة صغيرة، معلقتين، انا هحط النهاردة معلقتين من الكركم عشان هيديله اللون الأصفر الفاتح الذهبي الحلو. يبقى معلقتين كركم صغيرين، معلقة فلفل أسمر، ومعلقة كمون، دول كله صغيرين. معلقة كمان صغيرة من الكزبرة الناشفة. وطبعا ما ننساش الملح، هنظبط الملح بتاعنا بالطريقة دي. كمان حطيت معلقة صغيرة من توم البودر. وهحط شطة، نص معلقة صغيرة من الشطة، بس الشطة دي طبعا اختياري. اللي مش عايز شطة ما يحطش خالص، مفيش اي مشكلة. تمام، حطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان هيخليه هش كده وناشف ومقرمش. كمان هنحط النشا بتاعنا، مننساش النشا ولا يخليه مقرمش معانا. هنحط النهاردة 3 معالق كبار من النشا علشان هيدا اللي هيخليه مقرمش معانا. هنقلب المواد الجافة كده، المواد الجافة بتاعتنا جاهزة. هنقلبها كده مع بعض، نخلطهم الأول قبل ما نحط عليهم المية. كده بعد ما خلطتهم هنظبط المية بقى بتاعتنا. أنا عايزة عجينة سايلة، يعني ما تكونش لا تقيلة ولا خفيفة، تكون متوسطة. هنشوف السمك بتاعها دلوقتي. ما ننساش طبعا التوم المفروم، وكمان الخضرة بتاعتي بقدونس وكزبرة وشبت. تمام، وحطيت معلقة صغيرة من التوم المفروم، وهنبدأ نعجن الخليط ده. تحفة جدا، كنت أول مرة أجربه بدون بيض، كنت أول مرة أعمله من غير البيض، بس بجد طلع لذيذ جدا وخفيف وكمان طلع مقرمش. طبعا قلنا النهاردة هنعمله من غير البيض، طبعا انتوا عارفين البيض غلي، وفي نفس الوقت انا عايزاه حاجة تكون خفيفة ومقرمشة، مش محتاجة ان انت تحط بيض، يعني كمان تغير في طعمه. شايفين العجينة، انا حطيت اول كوباية وادي التانية، يبقى انا كده احتاجت كوبايتين من المية بالشكل ده. انا عايزة العجينة تبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. شايفين، هو ده السمك المطلوب. العجينة بتاعتي جاهزة. نشوف بقى هنعمل ايه تاني. الخطوة التانية، معايا هنا واحدة من القرنبيط، انا سلقتها بس ما سلقتهاش قوي، سلقتها يعني ايه 3/4 سوا او نص سوا، يعني تكون لسه جامدة زي ما انتوا شايفين. يعني مجرد ان انا حطيتها 3 دقايق بس، المية قلبت عليها 3 دقايق، وبعدين طفيت النار عليها وطلعتها من المية. زي ما انتوا شايفين تحس ان هي لسه حية، يعني نص سوا، وطلعتها عشان هتكمل بقية السوا بتاعتها وانا بقليها مع الخليط في الزيت. بقطعها الثمرات بتاعتها زي ما انتوا شايفين، وبعد ما بقطع الثمرات كده سمرة سمرة، فبمسك الثمراية نفسها وبقطعها نصين، وممكن اقطعها كمان يعني لو لقيت الثمرة تخينة كده وكبيرة بحاول اقطعها 3 وحدات كمان. طب ليه بقى؟ لاني انا بحبها مقرمش وبحبها تكون خفيفة، مش عايزة الثمرة تكون تخينة كده وكبيرة وتحس ان هي حاجة كبيرة كده. لا، انا بحبها تكون رفيعة ومقرمشة ولذيذة كده، ما تكونش تخينة كده وكبيرة، فبحب اقطعها رفيعة. الصغيرين دول مش محتاجة ان انت تقطعيهم، اللي بلاقيها كبيرة بقطعها زي ما انتوا شايفين ادي اهي. بحاول اقطعها رفيع بالطريقة دي كده، ما تبقاش تخينة وطرية، تبقى مقرمشة معاكي وخفيفة ولذيذة في اكلها زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي.
نقطع بقى كل كمية القرنبيط بتاعنا. طبعا اللي ما بيحبش القرنبيط هيعمله، انا ولادي ما كانوش بيحبوه، لما جيت عملته بالطريقه دي وكل كل منه وشكر فيه بجد حبوه، حسوا ان هم بياكلوا حاجه كده شكلها او طعمها كده متغير عن كل مره. كده قطعته كله بالطريقه ديت. نزله بقى في الخليط بتاعنا عشان يتشرب من الخليط. وفي نفس الوقت انا حاطه طاسه على النار تسخن كويس جدا، لازم الزيت يسخن كويس علشان القرنبيط بتاعنا ما يشربش من الزيت. ببدأ احط نص الكمية في الخليط وببدأ اقلبه علشان يتشرب منه. شايفين؟ بجد بجد الخلطة دي جميلة جدا، كانت مدية طعم حلو قوي قوي للقرنبيط. ادي طاسة على النار، اتأكدت ان هي سخنت كويس جدا، وبعدين بروح جاية منزلة بقى قطع القرنبيط بالشكل ده. طبعا النار مش مخليها عالية، مخليها متوسطة، لا عالية ولا تهديها، لا خلاها وسط علشان القرنبيط متحرقش معانا او يدي لون على طول. انا عايزاه يستوي وفي نفس يكمل سواه في الزيت، وفي نفس الوقت عايزاه برضو يبقى مقرمش، فتخلي الولعة متوسطة. وتدني كل شوية تقلبيه على كل اتجاه شوية عشان ياخد اللون نفس الدرجة، وكمان يبقى مقرمش معاكي. شايفين؟ ببدأ اقلبه على الاتجاه التاني اهو. ايه رايكم؟ شايفين؟ ذهبي وجميل وناشف. يعني كده مش هطلعه، لا ده لسه هدن اقلب برضو فيه شوية، يعني الناحية اللي هي اللي اتحمرت دي برضو هقلبها عليه تاني. هقعد كل شوية اقلب شوية هنا وشوية هنا لحد ما اتأكد انه نشف معايا وبقى مقرمش وناشف وهو في قلب الزيت. الطريقة دي شايفين؟ بقعد كل شوية بقلبه. ادي انا قلبتان اهو. نقعد كل شوية تقلبيه زي ما انتوا شايفين كده، بقلبه على جميع الاتجاهات لحد ما اتأكد ان القرنبيط كله اتحمر معانا وبقى مقرمش وجميل، ويستاهل بقى ايه شوية سلطة جنبيه كده وشوية طحينة وبس. كده بقى نقدمه معانا. حطيت كده شوية خضرة او شوية جرجير اللي موجود عندك يدي منظر. ونبدأ بقى نرص القرنبيط بتاعنا كده معانا، او نسميه كنتاك الغلابة زي ما انا سميته. شوف مقرمش وناشف وجميل جدا جدا. وهحط برضو شوية خضرة كده على الوش برضو يزينوه يدوله منظر. وبألف هنا وشفا. محتاج بقى شوية عيش بلدي وشوية سلطة خضراء وسلطة طحينة وبس، مش محتاج حاجة تاني. وبألف هنا وشفا. انظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.